السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير، وشهر عظيم مبارك علينا وعلى حضراتكم جميعا، وإن شاء الله يكون سنة سعيدة على حضراتكم جميعا. وهنتكلم النهاردة بنخص بالذكر العيانين بتوعنا اللي عندهم تأثير في المفاصل أو أمراض روماتيزمية في العموم، بما فيها الخشونة والروماتويد والنقرس والذئبة الحمراء والتيبس المفصلي والصدفية المفصلية وآلام العمود الفقري ظهر ورقبة وغيره. شهر رمضان الحمد لله يعني مش بيبقى له تأثير كبير علينا إلا في حاجات قليلة، فهي النصايح العامة اللي احنا عارفينها كلنا بنفكر بس بيها حضراتكم، اللي هو الهيلث لايف ستايل. لما نيجي نفطر نحاول يكون فطارنا متوازن ما بين المكونات الغذائية بتاعتنا، ما بين كربوهيدرات وبروتين ودهون، نحاول نوزنها على قد ما نقدر. نفس الكلام في السحور، يكون سحور خفيف، ما تتقلش في الاكل عشان ما تتعبش بالنهار. مهم قوي شرب الميه، وخصوصا بالنسبه لمرضى النقرس، لان رمضان السنه دي باذن ربنا جاي علينا في وقت لطيف، في الجو ما هواش حر، وده هيدينا برضو في نفس الوقت مش ساقعه قوي، فهيدينا فرصه ان احنا نشرب كميه زي ما احنا عايزين من الميه ما بين الفطار وما بين السحور، وده هيوفر لك صحة جيدة للمفاصل. احنا مهم جدا المية من الحاجات، من المكونات الغذائية المهمة جدا لحركة المفاصل والليونة بتاعتها وقدرتها على أداء وظيفتها بشكل جيد، وخصوصا برضو ان النوبة النقرسية والالتهاب النقرسي من الحاجات اللي بيمهدها قلة شرب المية او عدم الاهتمام بالهيدريشن او بالفلو بتاع السوائل او بمعدل السوائل اللي داخله جسمنا. ده من اهم الحاجات. تاني حاجة برضو، لو بتمارس رياضتك مارسها عادي بشكل منتظم، ما تبطلش حاجة عشان الصيام. وفي نفس الوقت كمان مهم قوي ومن اهم العيانين حالة الكلى، خصوصا المرضى اللي بيأثر عندنا بالنسبة لهم حالة الكلى، مرض الذئبة الحمراء، يفضل الرجوع للطبيب المعالج ومراجعته في بالنسبة للصيام وازاي هنأديه، وقدرته او تأثيره من عدم تأثيره على الكلى بتاعتنا في شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين، ونلتقي دايما بخير وسعادة.